يا جماعة الأولاد ملوا بالبيت، قلت أجيبهم على الحديقة شوي، يعني سايرة كل يوم تقريبا عم بجيبهم يفرغوا طاقتهم بالحديقة شوي. يا والله عم فرغوا طاقتهم فيني هالفترة، فجننوني ما شاء الله عليهم. شوفوا وليد، الله يصلحك ويهديك. اي والله يا جماعة، فالحديقة كتير قريبة من بيتنا، شغلة دقيقتين فقط. الأولاد يا جماعة كتير بحبوا الحديقة، هاي الفلة شايفينها؟ نحن كمان لما كنا صغار كنا نحب الحديقة، كنا نروح على حديقة تبع الأشرفية. اي والله يا جماعة. جا بدها مراجيح. تمام قام دوري بس كنن تقفلي هون واقفة بدها تركب المراجيح، بدها المراجيح. تمام كزن بيكلا. هون فلة ركبت من المرجوحة. فلة يا رمال، أبى أقول لها تمشي على البيت، عتقلي لا ما بدي أروح. شو تقصدي الأيمن؟ أصلا هذا بيعمل هيك حركات. فلة فلة باي باي بوسي. يا جماعة وأنا قاعدة بالحديقة اليوم قلبي أخذني على زمان، تذكرت أيام كنا صغار بسوريا لما كانت أمي تاخدنا على الحديقة مع جارتنا وولادها، يعني لا تخطيط ولا سفرة، بس كيس خبز وشوية لبنة وشاي. نرقد من قلبنا، كنا نطلع مثل قطيع العصافير، نرقد على العشب، نوقع نضحك نوسخ ثيابنا ونرجع آخر اليوم محروقين من الشمس وعيوننا نص ناعسين. وأمي كانت قاعدة مع جارتنا بيحكوا وبيضحكوا، والله كانت الضحكة تبعهم تكفي تشرح صدر الحديقة كلها. كنا نضل نلعب لعبة الغميضة بين الشجر، وإذا واحد منا بكى كلنا بنبكي وراه، بس والله كانت الضحكة طالعة من القلب مو مثل هلا. ما في موبايلات، ما في هم، كان أكبر همنا مين رح يخسر باللعبة. عن جد في أيام بتضل معلقة بالقلب حتى لو راحت، ريحتها ما بتروح وما بتموت. هالحديقة اليوم يمكن مو نفسها، بس إحساسي هو نفسها، إنه الطبيعة بتعرفنا من قبل وبتحضننا كأنه ما غبنا عنا أبدا. عن جد ما بعرف كيف مرق الوقت، كنت أنا البنت الصغيرة يلي بتنط وترقد بالحديقة، واليوم صرت الأم يلي عم بتجيب ولادها ليرقدوا مثلي. والله غريبة هالدنيا، كيف بنكبر فجأة وهيك بنلاقي حالنا بمكان أهالينا. بتذكر كل شي كأنه لسه مبارح كنت ماسكة ايد أمي وعم نرقد على العشب، واليوم عم شوف أولادي عم يرقدوا قدامي بنفس المكان، بنفس البراءة، بنفس الضحكة. قلبي بينبسط وعيوني بتدمع شوي، مو من الحزن، من الفرح اللي فيه لمحة حنين. كبرت بس لسه قلبي صغير ولسه حديقة بتعرفني. وهلأ دوري أنا، دوري ضحك أولادي وصورهم وهن صغار، مشان لما يكبروا ويقولوا ماما كانت تاخدنا على الحديقة مثل ما كانت تروح وهي صغيرة. هاي الحياة بنمسكها من ايد امهاتنا ومنسلمها لأولادنا، كل يوم بسيط ممكن يكون ذكرى عظيمة لبكرة. طيب خليني ضحككن شوي، شايفين هالرجال لابس شحاطات وماشي وماشي مثل البطل الخارق بس بدون كاب. أنا دايما بقول إنه جوزي مو بس زوج، هو بطل حياتي، حتى لو أوقات بيغلط، بس والله مين فينا ما بيغلط. شوفوا كيف ماشي بالثقة كأنه شايل كل هموم الدنيا ورا ظهره. بس صدقوني ما في أجمل من هاللحظة لما بيجي لعندي وعيونه بتقول أنا هون لا تخافي، وأنا قاعدة عم صوره من بعيد مشان أتأكد إنه فعلا جاي لعندي، مو بس خيال مثل ما صار معي لما نسيت وين خليت مفاتيحي. وهلا يا جماعة رايحين زيارة على بيت أختي، طبعا بيتها مو هون يا جماعة. جيت لعند أختي. كيفك أختي حبيبتي؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله. ليش عم بتعذبي حالك؟ بدها تحط كولا، اجينا من برا قلنا لها شو
هذا باندا؟ ايه ايه بدها تحط باندا يا جماعة، شوفوا. فأنا ما بشرب، ايه والله. نيال يلي بيحسن يشرب، أنا وياها ما بنحسن نشرب، لا أنا لا هي لا أختي الكبيرة. ثلاثتنا محرومين من هيك شغلات، ايه والله يا جماعة. فالحمد لله على كل حال، الله يعوضنا بالجنة إن شاء الله. ان شاء الله. هذول الاولاد بنحط لهم نص ايه عشان ما ذات اولادي ما بيشربوا، بس الكبيره بتشرب، تحط لها نص كاسه حاج. الصغار مالي معودتهم، فاول ولد اجباري بتعلم كل شيء سيء على فكره يعني. كان عنه عشان نتعلم عليه. ايه والله. فيسلم ايديك اختي. صح. وهون اختي عم تسلق الذرة، مسلوق خالص، طيفي تحته، ايه والله. اخلوكم معنا يا جماعة. هون يا جماعة اختي حطت بليلة للولاد، ايه والله، فبدنا ناخذ لهم اياها على الغرفة. لا انت في. هون يا جماعة بنساوي قهوة، ايه والله قهوة بالليل غير شكل. وهون جهزنا الفناجين يا جماعة. كل فنجان كم واحدة بتحطي؟ 2. يا سلام على ريحة القهوة يا جماعة، عن جد. أنا قبل ما كنت أحب القهوة، بس هلا صايرة بعشقها. بس إني أبرك لحالي هيك أساوي فنجان ما بشرب، بيكون إنه حدا معي إيه بشرب، أو إنه يجي زيارة لعند حدا كمان بشرب. إذا أكون لحالي بساوي نسكافيه. تفضلوا يا جماعة. والمي نسينا. اي والله. وهون خلصنا جولتنا بالحديقة وزيارة بيت اختي الحلوة. ان شاء الله عجبكم الفيديو واستمتعتوا معنا بهاللحظات البسيطة. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. بحبكم كلكم، بشوفكم قريب في فيديو جديد. يلا باي.